هعمل معاكم النهاردة زبدة فول السوداني. هعملها بدون اي اضافات، ما حطيتش عليها ولا نقطة زيت. اول حاجة كان معايا حوالي ربع كيلو من السوداني، ما يكونش مالح. قشرته وحطيته في الطاسة، خد معايا كده تشويحة بسيطة على النار. مجرد ما سخن معايا رحت شايلاه، حطيته في الكبة. لو متوفر عندك كبة او اللي هي بتاعت الخلاط، هنحط فيها السوداني وهبتدي ان انا اضربها ضرب بسيط جدا، وارجع اريح شوية الكبة، واقوم منزلة كل الجوانب واضربها تاني. خد معايا حوالي ربع ساعة، بس طبعا على مراحل. يعني اضرب مثلا دقيقتين تلاتة واريح الكبة، دقيقتين تلاتة وافتحها وانزل اللي على الجوانب واقوم ضربة تاني. انا المرة دي تحديت نفسي ان انا مش هحط فيها ولا نقطة زيت لحد ما جبت القوام الكريمي اللي هتشفيه معايا في الفيديو. لا فيها زيت نخيل ولا فيها عسل، انا عملتها بدون اي اضافات. ولو مشيتي على الطريقة او ضربتيها زي ما قلتلك على مراحل هتطلع معاكي تحفة. بصي هوريكي القوام بتاعها، بجد النتيجة كانت معايا ممتازة بدون اي اضافات انا عاملاها. حلوة جدا للولاد في المدارس، مفيدة جدا كمان لو انت عاملاها في البيت. جربوها بالطريقة دي وان شاء الله تعجبكم، وهستنى رأيكم في التعليقات.